يخرب بيتك يا نفيسة يا بنتي، ايه اللي انت عملتي ده؟ هتجيبي لنا مصيبة يا بت. البت شكلها ماتت. ما تموت ولا تولع، مش هي اللي عايزة تخطف كمال مني تبقى تستاهل. أنا هروح أوصل لبنتك الحاجات الجامعة، أجي ألاقي البت دي ماتت. لو فضلت عايشة موتيها يا خالتي. يلا أشوف وشكم بخير. ربنا يستر، هتفضحك في الجامعة يا بنتي، كان لازم تتشكي في لسانك وتقولي لها. انت عندك حق، انا اللي مجنونة. ازاي بس اقول لها تروح للجامعة؟ هتفضحني هناك فعلا. نزلت نفيسة الشارع، وأول ما نزلت لقت ست كبيرة واقفة في وشها. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة يا بنتي. حسنتي بس يا حاجة، سيبيني في حالي، خلينا نلحق المعاتي بتاع الكلية بدل ما يرفضوه والبت كمان تزعل مني. من ساعة ما جيت وانا جايبه لهم مصايب. مش هسيبك تمشي بردك غير لما تديني حسنة. امسك يا حاجة، خلينا نخلص بقى. اهدي. فلوس. فلوس إيه يا بنتي؟ انا مش عايزة فلوس. امال انت عايزة ايه بس يا حاجة؟ شوية لايكات على شوية شيرات على شوية تعليقات. لايكات ايه وتعليقات ايه؟ انا مش فاهمة منيك حاجة واصل. شكلك كده ما بتعرفيش في النت ولا ينتتوا عليه. المهم يعني مش هسيبك تمشي من هنا غير لما الناس دي كلتها تعمل لي شوية لايكات على شوية اشتراكات على شوية تعليقات كده، وما يضرش برضيك. شكلي مش هخلص منيك يا حاجة، ومش هلحق اروح الجامعة. يلا يا حبايب قلبي، اعملوا لنا لايكات واشتراكات وحاجات كتير، خلي القناة بتاعتنا تكبر وننزل لكم حلقات كتيرة من قصتنا الجميلة صعيدية بالقاهرة اللي هو انا يعني نفيسة. شاطرة يا بنتي، يلا اشوف وشكم بعافية. استنوني في الحلقة الجاية يا جماعة. أبا أبا، إيه الجامعة الجميلة دي ولا السرايات يا ولاد. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. وإيه الشباب اللي زي القمر ده، والبنات يخرب بيوتكم لابسين كده ليه؟ ده انتوا لابسين من غير هدوم واصل. وانت مالك يا بنتي يا نفيسة؟ يلا ادخلي سلم الأبحاث وملكش دعوة بحاجة واصل، خلي الموضوع يتم في سلام. بقولك لو سمحتي. أني ايه ده، انتي صعيدية؟ ايوه يا حبيبتي صعيدية. لهجتك معروفة. ايوه طبعا معروفة. مالك يا غندورة بتتريق عليا ولاش؟ تعالي يا منى، تعالي يا اسراء، الحقوا الحقوا، جات لنا وجه جديد وشوفوا بتتكلم ازاي. مالك يا بت انت هتلم عليا الناس ولا ايه؟ بتكلم انا بالعنجليزي ولا بالعنجليزي؟ ماله كلامي؟ وبعدين قوليلي اروح اسلم الابحاث دي وين بالظبط؟ انا مانيش عارفه حاجه في المخروبه دي. يخرب بيتك يا بنتي، ايه النكته دي وقعت عليها فين؟ الحقوا يا بنات، ده انا مش مصدقه طريقه كلامها من ساعه ما دخلت. قصروا معاي هخلي ليلتكم سودا. قولولا روح اودي الابحاث دي وين وما تتكلموش معاي تاني. مش هنقولك غير لما تقولنا نتكلم زيك ازاي. لا يا غندوري، انا هقولك حاجة تانية واصل. هتقولي لي ايه بقى؟ شعرك ده ولا باروكة وبتشد منها الباروكة وبتطلع قرعة في الاخر؟ الحقي الحقي، دي سمر طلعت قرعة. ايه اللي انت عملتي ده؟ انت اكيد مجنونة. انا هطلب لك الامن. وتطلبي لي الامن ليش؟ هو انا اللي وقفتك وضايقتك بالكلام؟ ولا انت اللي لسانك طويل مش طالع لشعرك يعني يا قرع انتي؟ وبعدين ابقى تواصلي معايا على الواتساب، هبقى اقولك على تركيبة زيوت، انما ايه هتطلع لك شعرك احلى من الباروكة اللي انتي لابساها دي يا ام باروكة عيرة. انتي مش معقولة يا بنتي، ايه اللي انت عملتيه فيها ده انت اكيد مجنونة. عندك حق يا غندوري، انا فعلا مجنونة. قوليلي يا حلوة، عينيك دي؟ ايوه طبعا، انا عينيا ملونة زي ما انتي شايفة كده. لا يا كدابة، دي لينسز. البت دي حولي يا بنات، ما عندهاش عيون حلوة اساسا، اللي لابساها في عيونها دي تبقى اللينسز اللي بيقولوا عليها. وقال حاطه ميك اب وحاجات ومحتاجات، وانت اصلا وشك يقطع الخميره من البيت. ايش تعمل الماشطه في الوش العكرب صحيح. انا غلطانه اني وقفت اتكلمت معاكي وانا ماشيه انا كمان. ايوه كده بنات اخر زمن. وانتي هتقولي لي وينه مكتب المدير ولا
لا ولا ايه؟ هقولك على طول، انت هتمشي يمين في شمال، اول مكتب هيقابلك هو ده يا حبيبتي، روحي الله معك. ايوه كده، ناس تخاف بصحيح، لازم تاخدوا في جروسكم يعني. مشيت نفيسة ودخلت على مكتب دكتور المادة، وأول ما دخلت فتحت الباب بتلقائية. لو سمحت لو سمحت. هو ايه اللي لو سمحت لو سمحت؟ هو انت داخله سوق الزبده وانا مش واخد بالي؟ ايه ده يا انسه؟ واني بقى عايزة أعرف مين انت يعني عشان تكلمني بالطريقة الوحشة دي؟ مين انا؟ تمام، انا اللي مين؟ حضرتك اللي مين يا انسه؟ وازاي تدخلي من غير ما تخبطي على الباب؟ وانا لازم اخبط يعني على الباب اني، ولا لازم اخبط عامة يعني؟ انا عايزة الدكتور عشان اديله الابحاث دي بتاع بنت خالتي، عشان هي تعبانة في المستشفى، اصلا انا سميتهم. سميتيهم ازاي يعني؟ وتعبانه ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ مين الكائن دي؟ كائن؟ لا بقى، ده انا مش كل ما هروح مكان هجيب لنفسي مصيبة. ما تلموا نفسيكم بقى وتقصروا لسانتكم اللي عايزة قطعها دي. لسانتنا واللي عايزه اقطعها اطلعي بره، انا مش هستلم منك حاجه. والطالبه المهزأه اللي بعتكي ليا انا هرفدها عشان طولة لسانك وقلة ادبك دي. يا نهار اسود، تفردها ازاي يعني؟ لا بقى، ده كده خالتي هتطلعني على البلد طوالي. بقول لك ايه يا حلوة يا جميل انت، انا متأسفة يعني معرفش النظام عندكم، اصلا انا ما دخلت الجامعة. بقول لك ايه، تعال اما احكي لك، انا بصراحة كده ارتحت لك. تحكي لي ايه؟ هو احنا في حكاوي المولد يا بنت؟ اطلعي بره، ما تحرقليش دمي. استنى بس علي، انا هفهمك الموضوع. يا استاذه مش عايز افهم حاجه، بقولك اطلعي بره، سيبيلي الربع اللي فاضل في دماغي، خليني اسد على الطلبه اللي هنا. لو النبي ما سيبك كده غير لما تسمعني، بصراحة كده انا مخنوقة، تعال اما احكي لك مشاكلي. احكي يا ستي، خلينا نخلص في اليوم ده. اصلاني من الصعيد مش من هنا. واضح جدا على صوتك، كملي. على فكرة بقى، أنا ذكية جدا، وده أكتر حاجة مميزاني، ونبيهة كمان، ما يغركش يعني. لا ما هو واضح جدا، كملي بقى واخلصي. الموضوع وما فيه جميل انت يا حلو، إنني وأنا جاية من الصعيد الراجل الحرامي سرقني وسرق الفساتين بتاعتي، أصلاني فاشونيستي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ده أنا مسميني فاشونيستة الصعيد. هو انت الحروف عندك مالها؟ انت الكلام داخل في بعضه ليه؟ اصلاني متوترة يعني، حكم بكلمك وانا معرفكش، الا ما عرفتنيش بنفسك يا اخوي، هو انت مين؟ انا دكتور المادة اللي جاية تسلمي الابحاث بتاعتها. ايوه قلت لي، تبقى كده البت اترفضت واني خالتي هتطوحني على البلد ومش هتجوز كمال، وكمان مش هيحقق احلاماتي وطموحاتي. بقول لك ايه، خد الابحاث وخليك جدع، وانا هكمل لك الموضوع وهتفهمني كويس قوي. يا ستي هاتي الابحاث واطلعي بره، انا مش عايز افهم حاجة. لا باقي، انا هفهمك عشان ابقى خليت المسؤولية من على دماغي. اصل البت اللي كمال بيحبها جيت للمستشفى وانا ضربتها بالفازة على دماغها وسبتها عايمة في دميها، تفتكر ماتت يا استاذ؟ نهار اسود، خبطتيها بالفاز على دماغها وسايبها عايمة في دمها؟ ما هي طبيعي تكون ماتت. الغريب بقى ان هما ازاي سابوكي تخرجي من المستشفى. لا، ما انا قلت فريري يا فكيك، وخدت ديلي في اسناني وجيت على هنيه جري. ده انتي بوظتيلي مخي، ده انا اللي جري. ماله ده؟ وخد بعضيه وجري ليه؟ ده انا كنت لسه هحكيله عن مغامراتي في الصعيد. يلا بقى، مالوش في الطيب نصيب، كنت هسليه والله. بما اني بقى ما دخلتش الجامعة فتجول فيها براحتي واخد كده شوية معلومات عشان اني كمان ابقى اقدم عشان اليق بكمال حبيبي، وما يبصش للبت اللي معرقبة دي اللي مصاحبها. قال ايه؟ ازيك يا كمال يا حبيبي، حبك برسي يا بعيدة. أبا يا لهوي، اما دول واقفين جنب بعض كده ليه؟ يخرب بيوتكم، دول مقربين على بعض قوي، جايين انتوا تتعلموا ولا جايين تحبوا تتسامروا؟ انت يا بنت انتي، حرام عليك كده، ابعدي عن الواد اللي واقفه جنبيه ولازقه فيه ده. ايه ده؟
انت مين وازاي بتكلميني كده؟ مش مهم دلوقتي انا مين، والله لو ما بعدت عني لفرج عليكم الناس. عيبك دي استيحوا، انتوا ما بتخافوش ربنا يا ولاد ولا ايه؟ وايه اللي انت لابساه دي يا معرقبه انت؟ يا بنت رجليك كليتها باينه. هي مين المجنونة دي؟ أنا أول مرة أشوفها هنا. عندك حق، دي شكلها مجنونه. يلا نمشي من قدامها بسرعه بدل ما ارتكب فيها جنايه. براحتك، بكره يحدفوك في النار حتف، ولا اقولك ده انت هيسيبوك في الارض لوحديكي، لا نار هتقبلك ولا جنة هتقبلك. هنسيبك هنا ونمشي كلتنا. بس تصدقي دمها خفيف قوي. شكلها عجبك بقى، طب خليها تنفعك. استني يا بنتي، استني، أنا بهزر معاكي. روح وراها يا اخوي. كتك خيب انت كمان، والنبي ما انت فالح في حاجه غير في النحنحه. كتك واكسه جيل مهبب. ايوه كده، الحمد لله شفت حد محترم اهو في الجامعه، لابسه بنطلون طويل وبلوزه طويله، ما شاء الله ما شاء الله. انت يا حلوه يا غندوره. أيوة حضرتك. ايوه حضرتك، اعوذ بالله. راجل انت ولا ست؟ ايه الصوت ده؟ أنا راجل يعني، مش باين عليا ولا إيه؟ هيبان عليك كيف بشعرك اللي اطول من شعر دي يا ولد المجانين انت. اللي عرفه ان الراجل شعره قصير مش اطول من شعر الحرمة. قلبتوا الآية يا ولاد وشقلبتوا الدنيا. ايه اللي انت عامله في حالك دي يا ولد الناس؟ يا اخي نفرجوك عن البنات كيف احنا دلوقتي، ان حتى ما فيك دقن ولا شنب زي الرجالة. انت شكلك مجنونة على فكرة، انت زي دخلوكي هنا عن إذنك. اذنك معاك يا خوي، يا فرحة امك بيك، خلفتك وركنت ظهرها. لا ده انت مستفزة جدا، أنا ماشي. كاتك وكسة توكسك، ما تمشي وانا مسكت فيك. الناس اللي هني شكلهم مجانين قوي. انا روح بقى، كفاية عليا كده. انا اركب الاتوبيس اللي واقف ده. استنى يا اسطى، استنى خدني معاك عند خالتي. وسعي لي يا حج اقعد جارك. اقعد يا بنتي، أنا فكراكي كأني شفتك من شوية كده. أيوة يا بنتي، أنا الشحاتة اللي قابلتك في الطريق الصبح. عاملة إيه؟ جت لك المشاهدات ولا لسه؟ لا يا حبيبتي، جت لي الحمد لله. كل الناس اللي متابعينا اشتركوا في القناة. طب الحمد لله الحمد لله. بقولك إيه؟ قولي يا غالية، مع كيس الجارة اللي امك دي ولا اي حاجة؟ اصلا دماغي متعفرة قوي وكنت عايزة اعفر يعني واخرج من الجو الرخم اللي انا فيه دي، ولا معك اي حاجة كده؟ ولا حتى سندوتشتين كبدة، انا بحب سندوتشات الكبدة قوي، او حتى حواوشي او سجق او اي حاجة يعني. بالراحة بالراحة، اهدي بكبرت وطفح في وشي وبعدين سجاير اي حاجة اللي عايزة تشربيها. استغفر الله العظيم، جننتوني على الصبح. وكبدة ايه وحواوشي ايه وسجق ايه اللي بتقول عليه؟ هو انا دلوقتي ماشية بعربية الكبدة في ايه يا ولية؟ مالك ما تظبط كده؟ لا يا حلوة ما تقولي ليش يا ولية، أنا اسمي مرمر دلعيني يا بنت، انا قد حفادك. مين دي اللي قد حفادي يا ولية؟ شقلبتي لي مخي. مالك انت بالظبط؟ انت مش طبيعية، انت فيك حاجة على فكرة. ايوه انا عارفه الحاجه دي، عارفاها يا بنت، اللي هي بتبقى بالشوكولاته كده وعليها نوتيلا وعليها بقسماط وعليها دقيق. عارفاها. خرب بيتك على الصبح لخفنتي لي مخي. انت فيكي حاجه والله، بقسماط ودقيقه ونوتيلة ايه اللي بتقوليه ده؟ انت كلامك ماله مش راكب على بعضيه يعني. هو انت تعبانة يا حاجة ولا حاجة؟ كنت طالعة انت من المستشفى؟ ايوه يا بنتي، انا كنت هناك وكانوا مدخليني عشان بيقولوا ان عندي زهايمر. عارفاه الزهايمر ده؟ اني بنسى الحاجات وافتكر حاجات وكده يعني. ايوه ما انا بقول انت شكلك مجنونة باين عليكي. لا يا بنتي مش مجنونة انا، دي انت اللي مجنونة وبنتي مجانين، وهجيبك من شعرك دلوقتي لو محترمتيش نفسك. بقولك ايه، قومي من جاري، انا حاجزة الكرسيين دول انا والبنت حمدية مين يا حاجة؟ ما فيش حد هنا الا انا وانتي، مستنياها يعني في الطريق ولا ايه؟ ايه بنت حمدية اللي واقفة قدامك دي؟ فين حمدية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هتجننوني.
يا بنت حمدية، هي مش شعر اصفر اللي واقفة ده، هي انت مش شايفاها ولا ايه؟ حمدية صاحبتي اللي كانت في المستشفى وبتسليني، ماني هربتها ميايا، هربتها يا بيت. طب صلى على النبي كده يا حاجة، صلى على النبي، ما فيش حمدية هنا ولا في بتنجانة هنا. بقول لك ايه، ما تيجي ارجعك المستشفى تاني، اعتقد يعني ان انت لازم تروحي. لا انا مروحة على بيت، انا خلاص خفيت، انا بقيت بفتكر الحاجات، مش قلت لك اهو بفتكرت لك انه تلا والبقسمات والحاجات والمحتاجات. ربنا يكملك بعقلك. طبعا خفيتي، عن اذنك بقي، اصل انا خلاص وصلت اهو. ايه ده، وانا كمان يا بنتي، انا كمان وصلت اهوتين. وصلت فين؟ انت ساكنة في المنطقة دي؟ ايوه في الشارع اللي هناك ده اهو. يا ده الصدف السعيدة انني كمان بيت خالتي هناك هنا. طب تعالي انا مسامر وياك في الطريق وتسليني. يلا امري لله، تعالي يا حاجة. لا قولي لي يا بنتي يا حلوة، انتي سلينا كده في الطريق، الا الفستان الجميل ده من اللي عاملهولك؟ اللي عجبني قوي لما شفتك قلت جميل قوي، كنت عايزه اخده منيك بس قلت حرام، يعني انت هتروحي بايه؟ اكيد العباية بتاعتي دي هتيجي صغيرة عليكي، اصلك انت جسمك مفشول، مش زي كده سمباتيك يعني. ايوه طبعا، انت جسمك سمباتيك وانا اللي مفشولة، والعباية دي اللي تلبس 10 قدي فعلا يا حاجة هتيك كبيرة عليا. عامة يعني انا اللي مفصلة الفساتين بتاعتي دي كلها، اصلاني فاشونيستي، بصمم حاجات وعرضة ازياء وحاجات، يعني ما اقولكيش. ان شاء الله يعني ده على اعتبار ما سوف يكون. ايوه قلتيلي يا بنتي، قلتيلي فهمتك جو، انا فهمتك دلوقتي. يلا تعالي نطلع العمارة بتاعتي بقى، اشوف وشك بخير، هي العمارة انا جيت. جيتي فين يا حاجة؟ ده عمارة خالتي، ربنا يستر وما تكونيش معانا في نفس البيت. لا يا بنتي دي العمارة دي انا ساكنة فيها من يجي كتير قوي، يعني 3 4 ايام كده. 3 4 ايام فعلا من كتير قوي يا حاجة. ايوه من يوم ما اتجوزت يا بنتي وانا صبيه. انتي بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ برجلتيلي مخي يا شيخة، سيبيني بقى اما اطلع. اطلعي يا حلوة يا غندوري، ده انا ساكنة خلاص هنا في الدور التاني. هار اسود يعني يامي، انا كمان خالتي في الدور التاني. اوعي تقولي انتي الشقة اللي قصادها؟ ايوه خالتك ست ام كمال المجنونة، انا عارفاها. يعني أنا خالتي هي اللي مجنونة؟ طيب يا عاقلة اطلعي اطلعي، أمر لله. يلا شوف وشك بخير يا حاجة، عن إذنك باقي هقفل الباب. ادخلي يا حلوة يا غندورة، وأنا هبقى أشوفك كتير قوي قوي قوي، وتيجي تقعدي معاي عشان أنور لك مخك، بدل ما انت جاموسك دي وبتقولي كلام ملخبط. عندك حق يا حاجة، أنا اللي بقول كلام ملخبط، انت صح وأنا اللي غلط. أنا أروح بكرة على الصعيد وأجيبها من قصرها، أنا ما نفعاش في القاهرة واصل. ايه ده خالتي، انتوا طلعتوا من المستشفى؟ حمد لله على سلامتكم، اتوحشتكم قوي، وصلت لك البحث يا حبيبتي. هو ما اقولكيش الدكتور كان فرحان جدا 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 بيا، يعني قال لي ده انا سمر دي، ده انا هطلعها من الاوائل ان شاء الله، ربنا يستر يعني. هو انت هتقولي لي ربنا يستر فعلا؟ يلا يا ستي يلا عشان ننام، حكيم احنا تعبانين قوي. ما شاء الله لقطتي مني الكلام كمان وبقيتي تقولي حكم احنا واحنا وحاجاتك دي. طب بقول لك ايه، انا حاسه ان لساني برجل من الست اللي قصادكم دي، انا كمان محتاجه انام، محتاجه افصل من كل اليوم الغريب اللي شفته ده. يلا عن اذنكم يا حلوين انتم كمان، واستنوني في الحلقه الجديده، وهستنى رايكم. قولوا لي كده عجبتكم ولا ما عجبتكوش، ويا ترى ايه اللي يحصل في الحلقه الجايه.